ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا نرمين محي الدين، وهنقعد مع بعض قعدة جديدة النهارده من قعدة صحاب. قريت بوست بيتكلم عن ازاي ان قسوة القلوب ممكن تبقى بسبب الجفا، او ان البعد بيعلم الاسى. ده مثل قديم اصلا، كنا بنقوله كده زمان بينا وبين بعض. كتر الجفا يعلم الاسى. البوست بيحكي عن ان بنت وولد في علاقة، والولد قلبه جامد عليها، وهي بتتمنى له الرضا يرضى، وكل اللي حواليها مش عاجبهم العلاقة، مش عاجبهم طريقة التعامل، وكلهم قالوا لها بدل المرة مليون انتوا مش نافعين مع بعض، هو مش بيحبك. وهي مصرة تكمل في العلاقة، لحد ما في يوم قررت انها مش هتكمل. كلهم اتفاجئوا وافتكروا ان الموضوع كلام وزعل وبتاع وهيخلص، بس اتفاجئوا ان لا، البنت جامدة ومكملة ومش بتعيط حتى ولا متأثرة ولا أي حاجة. والولد هيتجنن ويصالحها ويحاول، ويعني تقريبا بيعيط، عايز يرجع لها، وهي مفيش، مش متأثرة أصلا. تشتغل وبتسافر وبتخرج وعايشة حياتها تماما كأنه مش موجود. فكان السؤال ازاي؟ ده بقالهم سنين مع بعض، بيبيع ويشتري فيها حرفيا، وهي بتتمنى له الرضا يرضى. ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرها؟ كانت الإجابة ان اللي غيرها الجفا. كتر الجفا بيعلم الأسى. للأسف دي حقيقة. لما يكون في طرف من الطرفين في العلاقة، واحد فيهم متعود ان هو يدي بس، والتاني متعود ان هو يقابل العطاء ده بنوع من انواع الجفا، او نوع من انواع اللي هو انت مفروض عليك انك تديني، ما بقابلوش بتقدير حتى، ما بديلوش مقابل، ما بحسسوش بحتى نوع من انواع شكرا انا بحبك. اللي قدامي او اللي بيدي ده هيجي عليه يوم وطاقته هتخلص، هيبطل يدي. ما هي العطاء ده دي طاقة، طاقة ومصيرها في يوم هتخلص. العطاء ده مش بيبقى مجانا، محدش عنده العطاء ده حاجة كده مستمرة وشغالة ليل ونهار. اللي بيدي بيدي عشان بيحب. الحب ما بيخلص، لكن المشاعر بتبرد. انت ممكن تفضل تحب اللي قدامك الى ما لا نهاية، بس باختيارك تقرر انك ما تكملش معاه، لانه ما يستاهلش الحب ده. تلاقي نفسك قلت انا عملت عشانه كتير، انا اديت له كتير، بس هو ما يستاهلش. ما يستاهلش التعب، ما يستاهلش المجهود، ما يستاهلش الحاجة اللي انا عملتها عشانه. في ناس كده، في ناس ما بتقدرش قيمة العطاء، في ناس ما بتقدرش اللي اتعمل عشانهم، في ناس ما بتقدرش قيمة اللي معاها إلا بعد ما يمشي. في ناس طول ما الحاجة في إيديها ومقتنعة إنها قدام عينيها تبقى مبسوطة. خلاص، هو عارف إنها موجودة، هيدور عليها ليه؟ هيبذل مجهود عشانها ليه؟ أنا أروح أبذل مجهود في علاقة تانية. أنا فرحان بلمة البنات حواليا، أنا فرحانة بلمة الرجالة حواليا، أنا فرحانة بإن فلان وفلان معجبين بيا وبيبصولي،
انا فرحان ان كل البنات بتجري عليا وبتحبني، وبخرج من علاقة وادخل في علاقة. كل واحد بيبقى فرحان باللي معاه، وعارف ان الطرف التاني بيحبه، فهيفضل يحبه، فيروح مديله حتة صغننة كده، حتة حب صغننة، حاجة بس كده اللي هو ايه، طب معلش اركن انت كده بس على جنب، حاجة اللي هو نونة صغننة كده، اللي هو يعني طيب ماشي انا بحبك شوية نونو كده، حاجة تسكته. فالتاني يا حرام يقعد ويستنى ويدي يدي يدي يدي، يفضل يدي كتير قوي، واللي بياخد بياخد ويروح يكمل بقى علاقاته ويكمل حياته ويكمل ويكمل، وعارف ان اللي بيدي ده مركون وهيفضل يحبه، مقتنع 100% انه هيرجع يلاقيه في مكانه. لكن للأسف بيرجع في يوم من الأيام يلاقيه مشي، يلاقيه بطل يحبه. هو مبقاش بطل يحبه ولا حاجة، هو لقى ان مجهوده في الأرض، لقى انك ما تستاهلش حبي. انت عملت ايه عشاني؟ وقفت جنبي؟ كنت فين وانا محتاجة؟ كنت فين وانا بعيط؟ كنت فين وانا بتعذب؟ كنت فين؟ سبتني؟ لا والله كنت متضايق عشانك. بجد؟ طب خليك متضايق، خليك متضايق هناك عندهم، لكن انا عديت لوحدي، بقيت قوية او بقيت قوي، بقيت مش محتاج لك خلاص. اللي بيعدي مرحلة في حياته لوحده من غير الطرف التاني بيتعلم يبقى قوي، بيتعلم يبقى لوحده. حاولوا ما تسيبوش الشريك لوحده، في مواقف ما ينفعش يتساب فيها الشريك لوحده، لانك كده بتعلمه يستغنى عنك، ولو اتعلم يستغنى عنك مرة والتانية هتعلمه انك ملكش لازمة في حياته. فين دورك؟ انت بتعمل ايه في حياته؟ موجود ليه؟ اديته ايه؟ هو محتاجك ليه؟ خلاص ما بقاش محتاجك، هو بقى مستكفي بنفسه كده، بقى مبسوط مع نفسه، مش محتاج لحد، هو كده تمام وزي الفل، عايش لوحده ومبسوط ورايق وخلاص، مش محتاج لحد. افهموا العلاقات صح، خدوا وهاتوا، العلاقة ما بتبقاش طرف واحد. اللي بيحب مهما كان بيحب هيجي يوم ويسيبك، هيجي يوم حتى لو ما بطلش يحبك، لان القلوب مش بايدينا، بس هيلف ظهره ومش هيبقى معاك تاني. هي دي العلاقة. عايزين تبقوا في علاقة سوية، خليكوا ناس أسوية. كنت معاكم نرمين محي الدين في قعدة صحاب.